السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. جبت لكم اليوم وصفة البقلاوة على الطريقة التركية. ندوزو المقادير. راح نستعملوا 2 حبات بيض، نستعملوا علبة تاع ياغورت ناتور، ياغورت طبيعي، نتخلصوا من هذاك الماء اللي يكون فيه، هاوليك نصفيوه مباشرة. عندي مغرفة تاع فلان بدون غلوتين نكهة فانيلا، ملعقة صغيرة خل، عبر زيت نكيل بالعلبة تاع الياغورت، عبر حليب، شوية ملح، نخلط مليح المكونات السائلة، حتى يتجانسوا عندي مليح الخليط. هنا نليم الخليط تاعي بالفارينه، استعملوا اي فارينه عندكم. انا راح نستعمل فرينه ريام، هي اللي راهي متواجده عندي. اي فرينه بدون غلوتين تصلح. نبداو نضيفوا في الفارينه بالتدريج حتى تشكل عندنا عجينه اللي نقدروا نتحكموا فيها. نبدا بسم الله، ندير كميه تاع الفارينه الاول، نحرك، نضيف لها شويه فارينه، نبداو نضيفو بالتدريج باش ما تغلبناش وما تنشفلناش. هنا القوام تاع العجينه يكفي عندي، الفارينه راهي مليحه ما تتلصق عندي. هنا نخليها بهذا الشكل على انه احنا نخدموها بالمايزينا، ثم راح تنشف لنا من بعد. نجوزو باش نبسطوا العجينه. انا هنا درتها احتفظت بها في كيس بلاستيكي باش ما تنشفش. راح نجبدها هاهو. هنا نحاول اني نشكلها على شكل حربوش باش نقسمها على شكل كوريات، تسهل لي الخدمه. نقسم الحربوش الاول على 2، ومن بعد كل 2 نزيد نقسمه على 2 هكذا. هكذا نحاول ان نخرج 12 كوريه. دوكا كل حربوش صغير نقسمه على 3. نعاود نحتفظ بهم هنا في الوعاء، ونستعمل مايزينا نشاء الذره. قبلها نوريكم السنيوه اللي راح نستعملها، فيها 30 سنتيمتر على 22 سنتيمتر. انا راح ندير 6 طبقات من التحت و 6 طبقات من الفوق. راح نستعمل نشاء الذره باش نورق طبقات تاع البقلاوه تاعنا. ندير العجين تاعي في كيس بلاستيكي باش ما ينشفش كي راني نخدم، ونجبد بالوحده. ندير نشاء الذره، ما تخافوش كثروا هكذا. نحاول اني نفتحها بالحلال. هكذا الطبقه الاولى هذه نحاول اني نحتفظ بها. نسيسها غير بالعقل. نزيد طبقة أخرى تاع نشاء الذرة،
ونجيب كمية تاع العجينة الثانية، نحاول اني نبسطها بنفس الطريقة. ندير كمية تاع نشاء الذرة فوق الطبقة الأولى، ونرفد العجينة الثانية بحذر ونحطها فوق العجينة الأولى. نكمل بنفس الطريقة 6 طبقات واحدة فوق واحدة. هنا بعد ما كملت 6 طبقات تاوعي نجيبهم هم لك امامكم اللي خدمناهم كيف كيف. هم لك انا هنايا كاينين 6 طبقات. راح باش تجينا سهله في الاستعمال راح نقسم الكميه على 2، وهذا الجزء راح نبسطوه رقيق باش نديروه في السنيوه. سعفوها غير بالعقل هكذا، نحاول اني نفتحها. معليش كي تتشقق لكم شويه سعفوها بالعقل، ما راهيش كيما العجينه العاديه. نساويوها باش نديروها في السنيوه. لازم نقسمها على 2. نحاول اني نرفدها بالعقل. هكذا نحاول نغلق هذوك الفراغات اللي يكونوا هنايا. ونكمل نجيب هذوك المرصوات اللي عندي نبيسوها باش نحاولوا ان نغلقوا كامل هذوك الفراغات اللي يكونوا لداخل هكذا. هنا لو يبان لكم عندي هنا مرصو. نحاول اني نرفد الجزء الثاني. نحاول اني نسويها باش ما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه. بقلاوه بدون غلوتين هي اصعب بقلاوه تقدروا تخدموها في حياتكم، لانه العجين تاعها صعب التعامل معاه. جزء لتحضير الحشو. هنا عندي استعملت كيلو طاس تاع البن كبير كمعيار. نجوزو نديرو فيه مكسرات، ديروا واش تحبوا. انا استعملت 3 كيلات مكسرات. الكيل الثاني، الكيل الثالث مع عبر سكر ماشي معمر بزاف. ندير لها شويه قرفه. نخلط المكونات الجافه. هنا راني قلبت لها الوعاء باش نقدر نخلطها مليح. راح نشمخها بشويه مزهر، شويه فقط ما تكثروش. انا ماء الزهر هنايا استعملته طبيعي مقطر في المنزل، وانتم استعملوا كاين ماركات مسموحه لاصحاب السريه كيما ماركه الزينه اللي يقدر يتحصل عليها يقدر يستعملها. نجوزو نديرو الحشو تاعنا داخل السنيوه تاع البقلاوه. نعمرها نذرذروه كامل ما نخبزوهش. نحاول اني نساويها كامل كيف كيف تكون بنفس المستوى، ماشي جهه طالعه وجهه هابطه هكذا. هنا يكفي بهذا القدر، راهي تعمرت عندي مليح. نجوزو نكملوا المرحله الثانيه، الطبقه الثانيه تاع العجين بنفس الكيفيه كما الاولى. البقلاوه تاعنا راهي واجده كما راكم تشوفوا، راهي مبيسه على طبقات. نحاول نقسمها بالموس. بسم الله. نتبع هاد الخطوط وين راهي ملاقيه عندي ونقطعها.
راح نزينها بشويه لوز. انا كنت حمصته شويه، نحيت له هذيك اللي قلت لي تكون فيه. قبل ما نحمصها نسي اني نعاون ندير ثقب بالموس، نثقب كامل الحبات تاع البقلاوه تاعي باش ندخل فيهم الحبات تاع اللوز. ندخل مليح اللوز لداخل باش ما يعاودش يخرج. هنايا باش نسقي البقلاوه تاعي راح نستعمل زبده بريزيدون هايليك اللي كنا من قبل سبق واستعملناها في لاكريم شونتيي وقلنا بلي هي اللي مسموحه لاصحاب السيلياك. انا رايحه نذوبها، نسقي بها البقلاوه تاعي، ندهن لها الوجه تاعها بالزبده، زبده بريزيدون اللي كنا ذوبناها كامل، ندهن لها الوجه مليح. دوكا الزياده اللي قعدت عندي نحاول اني نفرغها كامل على الوجه تاع البقلاوه. ندخلها للفرن على 160 درجه، تتحمر من التحت، تحمر في الاطراف، نشعلها من الفوق على نار قليله تاخذ اللون الذهبي. نتلاقاو كي نخرجوها من الفرن. البقلاوه تاعنا رانا خرجناها من الفرن، راهي سخونه، راني حنسقيها بالعسيله بارده. بدات حوالي ساعه و20 دقيقه. نحاول اني نوزع العسل كامل على الوجه تاعها باش تتشرب. خلوها تبات ليله كامله، غدوه ان شاء الله نقطعوها ونقدموها في صحن التقديم. بقلاوه بدون غلوتين راهي واجده، خليتها ليله كامله بعد ما سقيتها بالعسيله. قطعت لي 25 حبه، هاوليك الشكل تاعها كيفاش يكون. الذوق تاعها يجي ما شاء الله، يعني ما تختلفش على البقلاوه العاديه. شوفوا كيفاش تكون، تجي خفيفه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. إلا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وديروا ابوني في القناه ليصلكم كل ما هو جديد. زوروا صفحتنا على الفيسبوك DZ Sans Gluten وشاركونا انجازاتكم. السلام عليكم.